السلام عليكم. صباح وضحك، ضحك هستيري، اقسم بالله ضحك هستيري. في البدايه كده اول ضحك هستيري خالد الغندور بيقلد جمهور الاهلي في نشيد بحلم بيك انا بحلم بيك، يوم السوبر مستنيك، طالع بيقول لك بحلم بيك انا بحلم بيك، في دور المجموعات انا مستنيك. يا راجل يعني اتكسف على دمك، اتكسف على دمك من اللي انت بتقوله. انت لسه متهزق مني من كام يوم. انتوا بتطلعوا القنوات ما عندكوش سكريبت. والله العظيم قلت لكم 100 مره خلي اي سايبر يكتب لكم سكريبت قبل ما تطلع تتكلم. فضحتونا وفضحتوا المصريين كلهم، الله يخرب بيوتكم. تطلعوا تقولوا اي حاجه وخلاص. طب بالمناسبه بقى، انت ما فيش ولا مره قابلت الاهلي في دور المجموعات الا يا اما خرجت، ولما قابلت الاهلي في دور المجموعات اتحط عليك واتهنت وكلت على راسك بالجزمه. فلما تطلع تتكلم باسم جماهير نادي الزمالك، تتكلم في حاجه تبقى عارف انت بتقول ايه. في سايبر على الناصيه عند باب بيكو يا حبيبي يكتب لك سكريبت ب 50 قرش، سكريبت ملوش عازه ب 50 قرش. والله العظيم ثلاثه انتوا بقيتوا نكته، وربنا بقى الواحد ما بيتفرجش على افلام تضحك وبيتفرج على قناه الزمالك والمذيعين بتوعها. انا عايز اسال خالد الغندور سؤال، انت ازاي كنت في يوم من الايام لاعب داخل نادي الزمالك وانت مش عارف تاريخ المواجهات بتاعتك بين النادي الاهلي والنادي بتاعك؟ انت الثلاث مرات اللي قابلت فيهم الاهلي في دور المجموعات طالع حصاله ومركز اخير، والثلاث مرات اللي قابلت الاهلي مواجهات مباشره اتحط عليك واتكسر وشك. بتتكلم في ايه؟ والله العظيم عريتوا الاعلام المصري الله يخرب بيوتكم، والاعلام الرياضي ضيعتوه الله يخرب بيوتكم. وفي بوست تاني للكابتن خالد الغندور فتوت افندي بيقول لك ان انا عايز اطلع في قناه محايده. هتطلع في قناه محايده تقول ايه؟ اللي انت بتقوله في قناه الزمالك، الهراء اللي بتهريه والاسفاف اللي بتطلع تسفوا علينا، والسف والله بتطلعوا تسفوا علينا، بتقول كل اللي انت نفسك فيه. انما لو رحت قناه تانيه يا حبيبي هيدوك سكريبت، سكريبت بيتكتب. مش قناتكم اللي بتطلعوا تقولوا اي حاجه تيجي في خيالكم، المهم القناه تجيب مشاهدات وفلوس. بس هو ده اللي في دماغكم، القناه تبقى فيها مشاهدات والزملكاويه بتتفرج عشان دي قناتهم، وده طبيعي جدا ان هم يتابعوا قناتهم زي ما احنا كاهلاويه بنتابع قناه الاهلي. بس لما بنتابع قناه الاهلي بنلاقي اسلام الشاطر، ابراهيم المنيسي، ايمن شوقي، ناس بتفهم كوره، ناس عندها سنس، ناس بتفهم، عندها نظام، ماشيين ببروتوكول معين، بنظام معين. انما انتوا عندكم مرتضى بيقوم جامعكم كلكم ومقعد لقيط الكوره المصريه الكابتن العظيم مصطفى يونس اللي كله تاريخه محدش فاكره اصلا غير ان هو بيطلع يتكلم في الكوره، ويجي اي واحد واصغر محلل في مصر بيقوم كاسفه. واشهر مقابله كانت على التلفزيون مع توني خليفه، دكتور علاء صادق مسكه فحت وشه، قال له محدش فاكرك اصلا، انا دكتور قبل ما انت تلعب كوره اصلا. ومسكه فحت وشه. والله العظيم عريتونا وكسفتونا، والله كسفتونا. كل العرب بيتريقوا عليكم، والله العرب كلها اللي متابعه نادي الزمالك او بتحبه، في ناس كتير عرب بتحب نادي الزمالك والله بتعرونا وبتعروا ناديكم. تسمعوش كلام الفسحاوي اللي بيطلع يلمكوا ده بتاع فسحه، ده وهجاص كداب زفه، بيطلع بس يتكلم عايز يلم فلوس وخلاص. اه والله ولا يعرف حاجه عن الكوره ولا عن الحياه اصلا، جاهل وناقصه علام. وكلكم قاعدين فاكرين ان انتوا قاعدين قدام معلم رشدان وانتوا سلاحف النينجا وانتوا مش عارفين حاجه. والله مضحوك عليكم. وتصريح برضه لخالد الغندور من التصريحات الهبله عشان تعرفوا كجماهير الاهلي وجماهير الزمالك ان هو فعلا اسم فطوطه ده ما اتقالش عليه من فراغ، اتقال عشان في دماغه ميكي ماوس، في دماغه هنا ميكي ماوس وتوم وجيري. طالع بيقول لك ايه بقى؟ امام عاشور لو راح اي نادي في مصر هيدقوا الطبول ويقيموا الافراح، قيموا الافراح احتفالا بعمو صلاح. ايه يا عم فيلم الحرب العالميه الثالثه اللي انت عايشه ده؟ امام عاشور مين يا عم؟ انت فاكره اجوايرو؟ هو انت فاكره نيمار؟ يا ابني ده لاعب تعبان مله، ده طاهر. طاهر ده ليه حادثه مهببه لسه ما كملتش كام يوم، نام على وشه، لعيب ابيض مش عارف اي حاجه. طاهر محمد طاهر لفه زي صباع المحشي كده، عملوا صباع ورق عنب. نيجي بقى للهجاص الكبير اللي دايركم وبيقعدكم حواليه وبيفهمكم ان هو عمه جحا بتاع القصص والحواديت، وانتوا بتسمعوه زي الاطفال الصغيره قبل ما تناموا، ويبقى في ايديك كوبايه الشاي بحليب والبقسماطايه تاكل وانت بتسمعه. ويا ريت بتجيلك حتى الشاي بحليب والبقسماطايه، ده بينشف ريق ابوكوا 5 ساعات كل يوم. البيه الدوله منعته من الظهور اعلاميا بسبب مؤتمر المناخ، وطالع يعارض الدوله ويناكف ويقول لك انا ما حدش يقدر يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انت يا عم الهجاص ظهرت على حقيقتك ان انت بتاع كلام اونطه وبس. على راي الكابتن رضا عبد العال هجاص، كابتن ابراهيم سعيد بيقول عليك الرجل الهجاص وهزاز الرؤوس. كلكم هتتمنعوا، وممكن واحتمال كبير جدا قناه الزمالك دي تتقفل خالص، اللي هو معتمد ان هي تجيب دخل كبير للنادي، هتتقفل خالص وهيتمنع من الظهور اعلاميا. وكمان هينفذ الشهر بتاع المحامي محمد عثمان محامي النادي الاهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب اللي قال عليه شاذ جنسيا. اه يعرفك الشاذ عمل فيك ايه؟ انت طالع تشتمه عشان جاب لك شهر حبس؟ يا على الدنيا. والله وقعت يا هجاص وعمال تزرط علينا في القنوات وتطلع تقول مش عارف ايه وتطلع تتكلم وتختاب الناس وتنم مع الناس. والله قعدة فسحه وقعدة مصاطب، لمم شويه جعرات حواليك وقعدة مصاطب. اقسم بالله قعدة المصطبه بتاعت النسوان احسن منكم. ما خليتوش للنسوان حاجه، ما خليتوش للنسوان اللي بتنم على بعضها حاجه. ادي اخره اللعب مع الكبار والصغار برضه. انت ما بتعرفش تعمل حاجه، انت كده كده هجاص. دمتم بوابين وعيره للكوكب والله وفاتحيننا في كل حته. نهاركم اهلاوي، اهلاوي انا والفخر ليا اهلاوي حديد.